بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زالت الزلازل والبراكين والأعاصير والعواصف والرياح والأتربة والأمطار، وسميها زي ما تسميها في الزمالك، سميها زي ما تسميها، والهدوء والاستقرار والأفراح والليالي الملاح وكل حاجة في النادي الأهلي برضو سميها زي ما تسميها. يعني سميها هنا زي ما تسميها، وسميها سبحان مغير الأحوال، سبحان مغير الأحوال من حال إلى حال. قبل القمة كان الأهلي في المركز الثامن، قبل قمة امبارح كان في المركز الثامن تقريبا. بعد القمة الأهلي بقى في المركز الثالث وعنده ماتش متأخر، لو فازوا يبقى الأول. اوعى تخرج قبل ما تقول سبحان الله. ومن أسبوعين بس الأهلي كان في المركز ال16، كان يقول لك الأهلي بيغرق والكلام ده كله. سبحان مغير الأحوال. الهدوء والاستقرار وكل حاجة كانت في الزمالك، وخناقات اوضه اللبس ومش عارف ايه وتغيير مدرب ومجيء مدرب والقصص دي كلها واصابه لعيبه والدربكه كانت في الاهلي بماتش كوره في 90 دقيقه. سبحان الله. سبحان الله. بجون واحد، بجون واحد اتغيرت كل مجريات الامور. بقت الأحزان والزلازل والبراكين والأعاصير في الزمالك، والأفراح والاستقرار والليالي الملاح في الأهلي بجون، بماتش. وده شوف سبحان الله، شوف الإدارة، فرق الإدارة يا جماعة. الإدارة فن مش عن الإدارة في النادي الأهلي. شوف الأهلي فاز امبارح على الزمالك في القمة، ما افرجش على المستحقات وقال تجميد المستحقات مستمر، ولا لاعب هياخد مليم الا لما الاهلي يرجع. شوف فن الاداره، شوف فن الاداره يا لبيب، يا بتاع المهلبيه والكشري. انت يا لبيب يا بتاع الكشري، انت اخرك بتاع كشري وبتاع مهلبيه. شوف الاداره، اتعلم الإدارة يا لبيب. انت فين اراضيك يا لبيب دلوقتي؟ تشرب لي السجاير مش عارف نوعها ايه، والبنطلون المشجر والقميص المشجر والبنطلون الاورنج والفستقي والبندقي. انتوا عالم فشلة قسما بالله. انتوا عالم كلمة الفشل تتكسف منكم. كلامي هنا موجه لمجلس الإدارة بتاع الزمالك، إنما في مجلس إدارة الأهلي لا، شابوه. لازم تضرب تعظيم سلام لمجلس إدارة الأهلي يا جماعة على اللي بيحصل واللي هيحصل واللي بيحصل. في ناس بتحاسب صح، في ناس بتحمر عينها. يا راجل ده مجلس إدارة الزمالك، المجلس المهلبية ده. الزمالك تصدر الدوري في أول 3-4 أسابيع. ادخل على صفحة الزمالك إذا كنت مكذبني، نزلوا بيان رسمي بيوجهوا الشكر. احنا بنشكر اللعيبة وبنشكر جون ادوارد وبنشكر الجهاز الفني يانيك فيريرا. ليه؟ هو الزمالك خد دوري ابطال افريقيا واحنا ما نعرفش؟ هو الزمالك راح كاس العالم للانديه؟ هو الزمالك خد الدوري؟ لا. طب ايه اللي حصل؟ قال لك اتصدر الدوري في 4-5 اسابيع، بقى هو رقم المركز الاول يا راجل. فعشان كده بتشكر اللعيبه ومنزل بيان على الصفحه الرسميه وكل المواقع نشرته. ده طموحكم. ده طموح حسين كشري، مجلس المهلبيه. انما الاهلي فاز في القمه امبارح، قال للعيبه هتاخدوا مستحقاتكم وافرج على المستحقات. لا، تجميد المستحقات مستمر. هو ده الاهلي يا جماعه، هو ده مجلس إدارة النادي الأهلي، هو ده نجاح الأهلي، هو ده سر نجاح الأهلي. الأهلي ما بيشبعش بطولات. فاز قمة، إيه المشكلة؟ قال لك ده الطبيعي إن إحنا نفوز بالقمة. أفرج لكم على المستحق؟ لا، لأنه هنا بيأدب اللعيبة بتاعته، بيخلي اللعيبة تمشي على الصراط المستقيم. لأن الأهلي حاسس إن في دلع وفي مياصة، قال لك لا، اظهر العين الحمراء، وده اللي حصل.
الاهلي بعد ما كان في المركز ال 16 بقى في المركز الثالث، يكسب الماتش المتاخر يكون هو المركز الاول، سابق الزمالك وسابق بيراميدز وسابق كله في المركز الاول. وانا بقول لك من بعد ماتش امبارح الاهلي هياخد الدوري، ونتقابل اخر السيزون، الاهلي هتلاقيه بطل الدوري، ده الطبيعي. والزمالك بقى في المركز الثالث في الرابع كده يعني. انسى يا راجل، ده حاجه بسيطه خالص. النهارده جمهور الزمالك على السوشيال ميديا بيغلي حاله انفجار، حرفيا انفجار في جمهور الزمالك، غضب. فمجلس الاداره المهم نزل بيان وقال لك في اجتماع النهارده الساعه 6 في النادي علشان يحسموا مصير فيريرا والكلام ده كله. وطلعت انباء انهم هيقولوه ويجيبوا ايه، مدرب جديد. فحسين كشري وبتاع المهلبيه ده بلغ الاداره، قال لهم لا، لغينا الاجتماع. ليه؟ قال لك اجلنا الاجتماع لاجل غير مسمى. طب ايه؟ انا بقول لك فيريرا مستمر، هيجددوا الثقه فيه. ميدو قالها لهم، احمد حسام ميدو قالها لهم، وميدو كان في المطبخ معاهم في لجنه التخطيط والتخبيط والملوخيه. قال ميدو كشفهم، قال لك النوايا في مجلس المهلبيه ده مش سالكه، كله بيضرب في كله وكله بيوقع في كله. فانت عايز الزمالك ينجح، عمره ما ينجح اذا كان مجلس الاداره كلهم بيتخانقوا مع بعض، كلهم بيضربوا بعض بالجزم على ترابيزه مجلس الاداره وبيحدفوا بعض بازاز الميه. فانت عايز النادي ينجح؟ النادي متدمر بقاله من ساعه المجلس ده ما جه، النادي متدمر. في كرة اليد هات لي كده بالارقام، ما خدش حاجه. في السله ما خدش، مش السنه دي، من ساعه المجلس ده ما جه بقاله دي ثالث سنه. الزمالك خد حاجه في سله، في طايره، في يد، في قدم، بطوله كاس مصر اللي خدناها من بيراميدز، الدوري، كونفدراليه حتى ما خدناهاش، طلعنا منها السنه اللي فاتت. وبالمنظر ده السنه دي الزمالك مش هياخدها. فمجلس عايش في الغيبوبه. خد بقى عندك وركز بقى معايا قوي، وهتسمع الكلام ده من ميدو ومن خالد الغندور ومن سيف زاهر ومن مدحت وكل الناس دي. مدرب الاهلي الجديد في مفاجأة من العيار الثقيل، وقلت لك اسمه قبل كده، في مفاجأة من العيار الثقيل، مفاجأة مدوية. جوزيه جوميز. تقارير السعودية كلها بتتكلم في الساعات الماضية دي عن اقتراب جوزيه جوميز من الأهلي من أي وقت مضى. انت بقى كأهلاوي شايف جوميز هو ده الرجل المناسب؟ قول رأيك. شايف الأهلي يستاهل مدرب أعلى من جوميز؟ قول رأيك. شايف الأهلي ينفعه حسام البدري؟ قول رأيك. شايف الأهلي ينفعه يستمر فيه عماد النحاس زي ما هو؟ قول رأيك. لكن أنا بقول لك المعلومة الطازة لسه طالعة من الفرن. جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق يقترب من الأهلي من أي وقت مضى. ده بيدرب الفتح السعودي. الشرط الجزائي بقى يدفعوا ياسين منصور، يدفعوا نجيب ساويرس، يدفعوا تركي الشيخ، يدفعوا أي حد، أي محب للأهلي، يتحملوا الأهلي من خزينته. الأهلي مليان فلوس. ده بلعيبة الزمالك. سريعا كده وهرجع لك للمدرب تاني. تمرد جماعي، لعيبه قررت تشكي الزمالك. قالوا يعني اللعيبه وصلت عبد الناصر محمد مدير الكره، وعبد الناصر محمد بالمناسبه راجل غلبان يعني، راجل طيب. قالوا له مش هننزل التمرين الا لما ناخد فلوسنا. هتجيبوا فلوسنا؟ احنا دلوقتي مراتاتنا كلهم مبوزين ومكشرين في وشنا.
مش معانا فلوس. الحريم بتوعنا اللي عايزه تخرج، اللي عايزه طقم جديد، مش معانا، كسفتونا. اللعيبه قالت لعبد الناصر احنا وشنا في الارض، مش قادرين نصرف على بيوتنا. فقالوا يا تجيبوا فلوسنا وتفرجوا على المستحقات وتدونا دفعه فلوس عشان ننزل التمرين، يا اما مش نازل التمرين. طب الزمالك عنده ماتش امتى؟ يوم السبت بعد 3 ايام، الاربع الخميس الجمعه، بعد 3 ايام عنده ماتش المحله الساعه 5. فهذا هو الوضع في الزمالك. فجوزيه جوميز، نرجع للاهلي تاني بقى، هو مدرب الاهلي الجديد بنسبه تقدر تقول 99%. حسام عبد المجيد انا بقول لك هتلاقيه بتيشيرت الاهلي. حسام عبد المجيد مش لوحده، وهياخد في ايده معاه وهو رايح الاهلي فتوح. ايه رايك بقى؟ طبعا سيبك بقى من شيكو بانزا ولاعيبه كتير هتمشي من الزمالك، ما فيش فلوس. وحسين كشري بيقول لك ما معناش فلوس. ده الزمالك، جمهور الزمالك لربنا. السلام عليكم.